بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل فيديو المفروض كنت أنزله قبل رمضان، بس مش مشكلة، يعني الخيرة فيما اختاره الله. النهاردة هنعمل البكاكين أو الكماج القرص الفلاحي، هنعملها بطريقة جميلة جدا، وإن شاء الله كل التفاصيل فيها اللي هتخليها معاكي تبقى كده طرية وجميلة ولونها ما شاء الله حلو وكل حاجة بإذن الله في الفيديو. بس لو أول مرة بتشوفيني يا ست الحبايب، انزلي كده حطيلي لايك واشتركي بقى في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم بإذن الله كل جديد بنزله. ويا ريت يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو مش مشترك يشترك بقى معايا، لان القناة لسه ضعيفة جدا جدا، يعني اتمنى منكم تدعموني وعشان نفسي كده القناة تكبر بيكم بإذن الله. المهم يا حبايب قلبي، المكونات اللي معايا انا هعمل النهارده 3 كيلو من الدقيق. طبعا ممكن يعني تعملي الكميه ديت في كيلو واحد بس من الدقيق، في نص كيلو لو عايزه تجربي 2 كيلو على حسب، لكن انا عملت كده 3 كيلو من الدقيق عشان يكفوني بقى كميه، يعني وقت كويس. جبت كده عليهم حوالي 3 4 معالق من السمسم، نقيتهم كويس. اهم حاجه تنقي السمسم كويس عشان بيبقى فيه يعني اي شوائب كده، حاجه برضو ممكن بيبقى فيه كده حصى حاجات لما بنجيب السمسم الاحمر ده. السمسم الابيض بيبقى نضيف صراحه، لكن الاحمر البلدي ده بيبقى برضو لازم يبقى فيه اي حاجه. فانا بفضل كده ان انا انقيه في حاجه طبق واسع، يعني يكون ابيض، عشان بقى لو في اي حاجه اشوفها كده بعينيا. فنزلت كده بالسمسم حوالي 3 معالق سمسم كبار، نزلتهم كده على الدقيق، ومعاهم معلقه كده كبيره من الملح، معلقه هرميه من الملح. طبعا الملح ده بعينيكي انت اللي بتحددي، يعني ايه بتشوفيه كده بعينيكي، بس تقريبا كانت معلقه كده هرميه من الملح. وقلبتهم كويس جدا جدا مع بعض. عندك بقى خميره فوريه ممكن تقلبيها في يعني في الخطوه دي، ممكن تحطي كده الخميره وتقلبيها مع الدقيق. لكن انا صراحه انا مش بحب الخميره الفوريه خالص، خصوصا لما اكون عامله كميه يعني كبيره. الخميره الفوريه دي بستخدمها مثلا لو عامله حاجه بسيطه، خليه نحل، صينيه صغيره، بيتزا، الكلام ده. لكن يعني الكميه الكبيره دي انا صراحه ما بفضلهاش خالص. الخميره الفوريه بحب استخدم الخميره البلدي. هجيب بقى دلوقتي شويه من الزيت، عليهم كده 3 معالق من السمنه، يعني 3 كيلو دقيق اخدوا معايا حوالي 300 جرام ماده دهنيه، عشان تبقى ناعمه كده وتبقى جميله ما شاء الله، يعني ان شاء الله كده باذن الله. ومعايا بقى الرايب، الحليب الرايب او ممكن حليب عادي، اي لبن متوفر عندك مفيش مشكله خالص، سواء ده او ده هيبقى حلو جدا. بس الافضل للقرص الفلاحي اللبن الحليب. الله يرحمها حماتي كانت تقول اللبن الحليب للقرص واللبن الرايب للرقاق الطري. فانا كان عندي لبن كده هو كان رايب بس كان لسه برضو حليب، كانش لسه قطع يعني. فحطيته بقى كده، فضيت عليه، انا بعجنها بلبن صافي. هو ده طبعا السر اللي بيخليها ريحتها تقلب الدنيا، مش زي المحلات طبعا والمخابز بره مش بيحطوا لها الحاجات دي خالص. فانا كده نزلت بالسمنه والزيت، من ده ومن ده، يعني حابه تستخدمي سمنه بس مفيش مشكله، لكن ما ينفعش طبعا نستخدم زيت بس، لازم السمنه برضو مع الزيت. فانا حطيت ده مع ده وحطيتهم على النار يسخنوا بقى كده، والسمنه تسيح مع الزيت. واهم حاجه تكون برضو سمنه كده ريحتها حلوه، نقي تكون سمنه ريحتها كده يعني نفاذه عشان تقلب لك كده ريحه البيت. الخير طبعا في البيوت يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يعمر بيتكم بالخير جميعا. الخبيث في البيت ده نعمه والله. فبدات بقى ان انا فضيت كده اللبن والخميره، سخنت كده، دفيت شويه من الميه في نص كوبايه، وقلبت كده حوالي معلقه كبيره من الخميره. دي خميره بلدي زي ما قلت لكم. قلبتها كويس ونزلت عليها بالعجين، وبدات بقى ان انا نزلت كده باللبن اللي معايا، وقلبته شويه بالمعلقه لحد بس ما يعني المعلقه بقى خلاص اتجمدت كده معايا. نزلت بقى بايديا، فضلت انزل شويه شويه باللبن زي ما احنا شايفين. الدرق اللي كان معايا ده او الشفشق ده خلص اللبن اللي فيه، جبت شويه كمان كانوا في الازازه، واحتجت حوالي نص كوبايه بس. حطيت نص كوبايه من الميه وقلبتها في الازازه كلها، عشان طبعا بيبقى فيها كده في الجوانب بتاعتها لبن. فبقت ما شاء الله يعني كده خلاص العجينه بدات ان هي ما شاء الله بان ملامحها، وبدات بقى ان انا بايديا كده لا بتلزق ولا اي حاجه خالص. انتي طبعا اللي هتحسي بايديكي بالعجين زي ما احنا شايفين مع بعض. المادة الدهنية بقى كانت سخنت، هنزل بيها كلها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. نزلت كده بقى بكمية اللبن، بكمية السمنة كلها زي ما احنا شايفين. والطاسة طبعا او يعني الحلة اللي انا حاطة فيها، خدت كده قطعة من العجين عشان بيبقى فيها يعني سمنة كتير، بيبقى فيها مادة دهنية كده نازلة في الأرضية بتاعتها. فأنا مسحتها كده بقطعة من العجين.
السمنه كانت سخنه نوعا ما، يعني ما تخليهاش بارده قوي ولا برضه سخنه، عشان لو استنت ان هي تبرد جامد هتلاقيها كده اول ما تحطيها على العجين هتبدا ان هي تشد كده في العجين وتمسك، وهتخليه يعني ايه، هتلزق كده في ايديك وهيبقى شكلها مش حلو. لكن طول ما هي دافيه زي ما احنا شايفين، هبدا بقى ان انا ادخل كده العجين بالماده الدهنيه كلها. ضيعت كده الملامح العجين كلها، طبعا بدأت ما شاء الله تطرى معايا وبقت جميلة وزي الفل زي ما احنا شايفين مع بعض. هبدأ بقى بإيديا الاتنين زي ما انا بشاور لكم كده، ادوها بقى بوكسات 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 بقى كده. كل ما تلتي في العجين حلو كل ما يديكي نتيجة أفضل، سواء أيا كان نوع عجين. كل ما تخدمي العجين كل ما يديكي نتيجة ترضيكي بإذن الله، سواء قرص سواء رقاق سواء أي حاجة، أي عجين بتعجنيه كل ما تخدميه كويس يديكي النتيجة الأفضل. فأنا عجنتها كويس جدا لا يقل عن أكتر، يعني حوالي 10 دقايق كده. فضلت إن أنا قلت بقى فيها لحد ما ادتني بقى القوام بتاعي ده، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. انتي بقى عندك المكنة هتعمليها ازاي؟ هتخليها يعني العجينة قاسية عن كده شوية، يعني العجينة كده تكون ناشفة عن كده شوية. لكن أنا هعملها بطريقة زمان، هعملها كده على ايديا، مش هستخدم المكنة بتاعة العيش أو يعني القرص وكده. فقلت لأ، فلازم أطريها شوية عشان ما تغلبنيش بقى وأخلصها بسرعة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني حاولي كده إن هي تكون طرية شوية لو انت هتعمليها على ايديكي بالنشاب عادي أو بالمردان. لكن لو انت عندك المكنة بتاعة اللي هي بتعمل القرص دي، اللي انت بتعمليها تفرديها حته صغيره خالص وتعمليها بقى بالمكنه، انا عملتها قبل كده، بتبقى العجينه تكون قاسيه شويه عن كده. قرصت بقى الكميه كلها زي ما احنا شايفين بنفس الحجم، حجم كده اللي هو البرتقانه الصغيره، وسبتهم بقى لما ارتاحوا خالص. انا بقطعها قبل ما تخمر خالص وبسيبها لما ترتاح حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه. بس يعني انا اول ما بعجنها بخلصها على طول عشان طبعا ما تاخدش وقت مني، وبسيبها كده تريح عشان اول ما افردها لا تلم معايا ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين حطيت بقى كده رشه صغيره خالص من الدقيق بس عشان ما تلزقش في المفرش بتاعي ده، لكن هي صراحه مش محتاجه اي حاجه خالص. وبالمردانه ببدا كده اضغط بايديا ضغطه واحده واروح كده واحده شمال وواحده يمين، بتبقى ما شاء الله عليها اللهم بارك جميله جدا. وممكن تكمليها كلها على ايديكي، هي العجينه طريه ما شاء الله جميله مش مستاهله يعني نحط فيها اي حاجه. اظن الفيديو هو اللي واضح اكتر من كلامي كمان. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا جدا. واهم حاجه بقى ان انتي ما تاخديش كده، يعني ما تتكيش بقى بايديكي جامد على المردان عشان ما ترقيش الوسطانيه بتاعتها، يعني المنتصف كده بتاعها ترقيه ومن بره تبقى فيها لسه سميك. لا، خليها كلها مقاس واحد زي ما وريت لكم كده. السمك بتاعها هو ده السمك المطلوب. عملت بقى كل الكميه صراحه، قعدت بقى في الارض على الطبليه كده وقعدت كملت عشان هما ما شاء الله طبقات كتير. حطيت بقى اللوح اللي هو الخشب ده او صينيه، وبدات ان انا رصيتهم كده فوق بعض طبقات زي ما احنا شايفين مع بعض. اخر طبقه كانت بقى مكشوفه، جبت كده يعني حاجه كده ملايه او اي حاجه تكون عندك نضيفه برضو بس تكون مش بتستخدميها غير للمعجنات يعني، غطيتها بيها. وكمان جبت كده بطانيه عشان يتدفوا، بطانيه صغيره كده. وبدات بقى ان انا سبتهم حوالي ساعتين. انا كنت جربت شويه لقيت كل ما تلاقي فيها النقطه السمراء دي، لا لا، هي كنت عايزه كده تستنى شويه كمان. الخبيز بقى يا حبايبي ما امتع من وقت الخبيز زي ما احنا شايفين مع بعض. متعه كبيره جدا لما تلاقي بقى الحاجه اللي انت كده عاملاها بايديكي بتتخبز بقى في الفرن. شايفين ما شاء الله القرص بقى عماله تعلى كده وتقب كده لفوق، ما شاء الله كده جميله جدا. الاضاءه معلش انا اسفه بقى في الوقت ده كانت ضعيفه، فاعذروني بقى على المقطع ده، يعني الاضاءه فيه ضعيفه جدا. هبدأ بقى ان انا سخنت الفرن ومسحته كويس جدا جدا. والصاجة بقى هي اللي بفرق، يعني الحديد بتاع الفرن هو اللي بنخبز عليه. انا صراحة مش بفضل خبيز الصواني خالص. لو عاملة بقى كمية صغيرة هرصهم في صينية كده وادخلهم الفرن، لكن طبعا انا مش هينفع خالص ان انا اعمل في الصينية. اظن واضح طبعا وكلامي منطقي مليون في المية يعني. فبطلع بقى شويه بشويه وبفردهم كده جنبي، وكل ما اطلع بقى احط غيره لحد ما اخلص كل الكميه بنفس الطريقه. حاولي بقى الفيها يمين وشمال كده عشان ايه، يعني تبقى كلها لون واحد. خلصت كده يا حبايبي والوصفه تقريبا بتاعتنا خلصت. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين مع بعض. اللهم بارك، كميه حلوه وجميله وزي الفل كلها وطريه جدا. هفتح لكم واحده دلوقتي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه، طعم ريحه زمان، واعملي كل حاجه على ايديكي، اوعي تشتري حاجه من بره.
اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.